نعم. أول شيء الشخصية اللي أسندت لي طبعا هو شخصية مهمة في التاريخ، وهو أحد أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأول من رمى سهم في الإسلام. نعم. وحاولت أتخيل هاي الشخصية كيف كانت تعيش وكيف كانت تتصرف. ونحن بنعرف إنه الاجتهاد هو صعب جدا في أو مستحيل في مثل هذه الأعمال، لأنه مرتبطة يعني تاريخيا بشخصيات لا نستطيع أن نجتهد فيها. نعم. بس أنا اللي شجعني الحقيقة هو الأستاذ مسنى الصبح لما أسند لي هاي الشخصية. بغض النظر معروف في الوسط الفني السوري إنه الأستاذ مسنى الصبح هو صديقي الشخصي اليومي، لكن أنا بتعامل بالفن مع مسنى بجدية كاملة، وهو كمان نفس الشيء. دليل على ذلك أنا في كثير من الأعمال اللي اشتغلها أنا ما اشتغلت فيها لأنه هو ما شافني مثلا بهاي الأدوار. أنا بتعامل مع مسلسلات مسنى بحرفية عالية جدا. حسيت إنه بمسلسل القعقاع في شيء محطوط حاطه براسه مسنى، مش عارف شو هو. لهلا ما قادر يعرف شو هو. إيه. احنا اليوم ما راح نخلص التعليقات استاذ سلوم، انا عارف طبعا. فلما رحت تلبكت، يعني ما بعرف شو بالضبط بدي اوصل رساله، انه هذا كمان موضوع صعب انك تتناوله، صعب على اي مخرج انه يتناول شخصيه لشخصيات معروفه يعني تاريخيه، وخاصه انه هي الاعمال معموله فيما قبل بافلام الرساله بمسلسلات في من لعب أخرى. شخصياتهم قبل ممثلين تماما. عرب فاحنا شو بدنا نعمل جديد؟ فرحت اول يوم على التصوير وخايف ومرعوب فعلا انه شو بدي اعمل هاي الشخصيه، ما عندي اي شيء بذهني. وجدت الاستاذ مسنى عم يعطي ملاحظه لاحد الممثلين، عم يقول له لو سمحت هذا الاداء اداء سيء، هذه المبالغه ما بصير تعملها، لازم تأنسن هاي الشخصيه. طبعا الممثل هذا كان الاستاذ سلوم. وين فايدة الفوتة؟ لا اليوم شوف ردها لك بس بشكل في تشويق درامي يعني. طبعا لا طبعا نحن بنتعلم من الاستاذ. لا بس انا عارف طبعا هيدي بتدل على كبر الاستاذ سلوم وتواضع الاستاذ سلوم، انه انت تتجرأ تقول له هذا الكلام. انا اللي بواحد بيكم عدايل على كل الاحوال نحن بنتعلم من الاستاذ سلوم طبعا. بس قلت لك قصي انا مع الشخصيه. شو بيسكتوا ولا الاستاذ سلوم؟ اطلع له برا، خليه ياخذ له راحه شوي ويرجع مره ثانيه. هو لانه انا بلشت لقيت جدي عم بحكي، انا قلت لك فيها تشويق درامي يعني. وبعدين انا لاحظت السلوم مساعد كثير يعني كان مركز في الانتباه لشرحك. انا رحت على طول واعطيته حقيقه تجربه مع الاستاذ سلوم تجربه مهمه جدا كممثل. الاستاذ سلوم من الناس اللي ما ممثل الا ما بيعطيه ملاحظه باحترام وبحدود الممثل اللي بيخاف على الناس. هي حقيقه بدي اقولها على الشاشه. ما تترقع. ايه. فانا مثلا لا بس حلوه بس انا بيني وبين حالي والله انا بنصح المخرج خذ فاصل وخلينا نرجع ما عليه استاذ عبد الله، استاذ تيسير، ما عليه ناخذ فاصل اذا كنتم مستعدين لهذا